تحكيم مباراة رجالية احترافية لكرة القدم حلم كانت درساف جنواتي سباقة في تحقيقه، حيث كانت أول حكمة دولية توكل لها مهمة إدارة مقابلة ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمساعدة طاقم تحكيم نسائي. تحد تمكنت درساف من تخطيه بكل ثقة في النفس، يحدها الأمل في أن يصبح تحكيم النساء لمباريات الرجال عادة وليس استثناء. الحمد لله يا ربي، المقابلة نجم نقول ناجحة. بالنسبة للتعامل مع الملاعبين كانت تعامل، نجمش نقول لك صارم في الأوقات الكل، فما سلاسة في التحكيم، فما أوقات يلزم تكون فيها صارم، فما تطبيق قانون يلزم تفرضوا على روحك، فما شخصية يلزم تكون متواجدة. هذايا الكل كي يتنسقوا مع بعضهم معناتها تعطي إن شاء الله حضور كامل في المقابلة. سيدة تدير إحدى مباريات الرابطة المحترفة لا يبدو مشهدا مألوفا على المستطيل الأخضر في تونس، بل فرصة استثنائية أتيحت لدرساف في ميدان يسيطر عليه الذكور، أثبتت من خلالها أن المرأة لا تنقصها الكفاءة وقادرة على النجاح في هذا الميدان. ماتش بالنسبة لنا نحنا كان رهان كبير ياسر، رهان على المرأة، رهان على حكمة. دونك يلزم يكون الرهان هذايا ناجح. حضرنا له ماتش كيما الماتشوات الكل، معناتها مقابلة كيف المقابلات الكل. يلزم المرأة تكون فيه حاضرة بدنيا، حاضرة نفسيا، حاضرة في طاقات الكل، معناتها باش نكونوا الحضور متاعنا متكامل. تعتبر درساف أن الاطلاع بمهامة حكم رئيسي في مواجهات رجالية ليس هينا، ويتطلب الكثير من الصرامة والثقة بالنفس لفرض الانضباط داخل الملعب، كما يحتاج جهدا بدنيا أكبر وقدرة على تحمل الاحتجاجات والضغوطات المحيطة بهذه المهنة. لازم تحط الاحتمالات الكل، معناتها لاعب ينجم يخرج على نطاق متاعه، معناتها يتجاوز حدوده، كما ينجم جمهور زاد يهبط لك الملعب، كما هذا الكل لازم تكون متحضرت له، معناتها كما نقولوا نحن انثى في شكل، في قرارات وفي حاجات تاع رجل. نجم نقول لك زاد انثى في شخصية انثى وحضور انثوي، مي قرارات نتاعها نتاع انثى ما فيهوش تراجع معناتها. ما زالت طموحات الحكم الدولية درساف جنواتي كبيرة في عالم الساحرة المستديرة، وتتطلع إلى إدارة مقابلات أهم شأنا مثل دربيات الرابطة المحترفة الأولى. للنواعم أيضا ما يكفي من الجدارة والكفاءة لإدارة مباريات الرابطة المحترفة لكرة القدم الرجالية. هذا ما أثبتته الحكمة درساف جنواتي التي كانت أول امرأة تونسية تسند إليها هذه المهمة، وهي بادرة فريدة في كرة القدم العربية. منيا غرياني لبرنامج اليوم على الحرة، تونس.